السلام عليكم ورحمة الله. معكم خوكم سفيان. حنا مريحين قلنا ما كاين ما يدار، اجي ندورو واحد الدويره في الصحراء وندورو ونشوفو نتعرفوا على المناطق المغربيه. منا فرصه نيت حيت كاين بزاف د المغاربه سيرتو في هاد الايامات هادي ما عارفين شنو واقع في الصحراء، شنو كاين في الصحراء، مسبق لهمش مشاو للصحراء. حتى انا من الناس اللي مشاو للصحراء، ولكن ما فيها باس ندورو شويه في الصحراء عبر جوجل ايرث نشوفو شنو كاين في الصحراء بالضبط. بالنسبه لهنا نمشيو لاقصى الحدود، هذه الداخله مدينه الداخله. هنا مدينه الداخله تنمشيو، هنا كاين بوجدور بلاشي. هنا كاين المناطق المغربية بوجدور، خارج الداخلة. بقاو غادي ناضين لتحت على الطريق الوطنية. هذه هي الطريق كتسمى دولية لأنها غادا تل الموريتانيا كما كيسميوها موريتانيا. هنايا واحد الفيديو هنايا غادي نديروه. هنا الحدود المغرب مع موريتانيا، هنا كاين واحد الحاجز عازل اللي يديز من هنايا من الصحراء. هنا اللي خص المغاربه يعرفوا هو ان القويره، كنقولوا من طنجه القويره، ولكن القويره هي هذه تقريبا الان ما كاين السياده المغرب عليها، ما كتسمى مناطق منزوعه السلاح. هذه المنطقه هذه كامله ودايره من هنايا. هنا لاول مره ربما اللي شي وحدين في شي مغاربه وخوتنا المغاربه غادي يشوفوا الجدار الامني. منين تيبدا الجدار الامني؟ هنا تنهبطوا واحد شويه. هنا كاتبين هما الصحراء الغربيه المغربيه. حنا كنسميوها حتى في المغرب كنسميوها الصحراء الغربيه، لانها كاينه الصحراء الشرقيه اللي باقي ما حررناش، وهذه صحراء غربيه تم تحريرها. هنا الحدود مع موريتانيا. نهبطوا هنا كاين واحد القرقارات، كيسمى القرقارات، وهو واحد المركز حدودي اللي فيه باش تعرفوا السياده المغرب فين. انا الصحراء ماشي غير كنقولوا راه هنا عندنا السياده عليها، ولكن تعرفوا فين واصله بالضبط المساله ديال الصحراء. هنايا الدرك الوطني، الحدود الموريتانيه، يعني هذه الحدود. هذا الدرك الوطني فين كاين؟ هنا فين كاين هذه المنطقه هذه كامله، الشام من هنا حتى لهنا. هذه المغرب هذه دايرين فيها اليمين، دايرين فيها داك الالغام كما كنسميهم الالغام، كلها منطقه ملغومه. هنا كتبين لك نو مانز لاند، يعني خاص تمشي مع الشانطي ديريكت، ما تدور لها لا تخرج للطريق ولا تقدر تفرقع لك شي يمين في رجلك ولا شي حاجه. يعني هذه البلاصه هذه كامله منزوعه السلاح. ودار المغرب في هذا الحزام هذا دايرين اليمين هنايا الالغام ملغمه. هذه المنطقه كامله. هنا كاين الحدود الامن الوطني، يعني شوف المغرب فين واصل، يعني اقصى الحدود، يعني على بعد تقريبا الا شنا هنايا في بلاتي فوالا تبلوكات. هنا حط واحد شويه. هنا اش كتبين لك؟ توخي الحظر اساسي، مناطق ملغومه. توخي الحظر اساسي، مناطق ملغومه. هاد البلاصه ملغومه فيها الالغام. هنايا نهبطوا شويه لمراكز الحدود. شتي هنا كاين بزاف المغاربه اللي ما عارفينش الجدار الامني شنو هو، وكيشوف العسكري غادي في الشانطي تيحقرو تيقول لك هذا امر دوله كيسميه. هنا العسكر الاخوان خصنا نضربوا لهم تحيه عسكريه. فاش تشوف عسكري غادي في الشانطي خصك تحيلو. علاش؟ لان شو القشالي هذه راه قشله ديال العسكر. هذه الناس العسكر ديال البلاد فين كاين؟ كنتسائلوا فين كاين الدبابات، فين كاين العسكر ديالنا. هذه وحده من القشالي ديال العسكر اللي كاينين في الصحراء. هما راه تقريبا انا على واحد البعد ديال تقريبا 1 كيلومتر كتلقى هذا الجدار كبير غادي من الشي. نهبطوا وغادي هذا الجدار هذا قشالي عاوتاني. هنا راه ساكنين خوتنا المغاربه الجنود اللي مضحين في سبيل هذا الوطن. هذا الناس تشيهم هاد الدبابات. الناس راه ساكنه هنايا راه ساكنه تحت الارض هنا وفي هذا القشالي. وهذا راه جدار كبير. هنا تيبان لكم الخيال ديال هذا، ولا جدار كبير هذا بزاف. شي هنايا كاينين هنايا بحال الرادارات شتيهم، لانهم لان هذه المنطقه مهمه جدا بالنسبه للمغرب. هنايا كيبانوا لكم هنا الرادارات لي بوين شتيهم كيبانوا. نمشيو مع الجدار حتى للبحر باش تعرفوا ان الجدار وين بادي. هذا جاي من جبل الاطلس الى البحر الى البحر الساحل. شوفوا هنا ها هو غادي من هنايا، ها هو نازل، ها القش الاخرى هنايا شتيها كاين بيناتهم قشالي. ها قش الاخرى هنا طالعه دايرين في هذا الهضبه شتيها قشله كبيره هذه حتى هي. هنا راه ساكنين خوتكم المغاربه، هنا العسكر وداك الشيء ساكن هنايا. هنا اللي تيبانوا لك بحال هكا دايره، هذه كتعرف هذه اللي كتكون دايره بحال هكا والداخل الخاوي تتكون اما كيكون مدفع ولا كتكون دبابه.
لان كيديروا هذيك باش ما تبانش لواحد اللي جاي بالتحليق ولا شي حاجه، ما كتبانش ليه حتى كيدوز فوق حتى كضرب. هنايا القشله الاخرى تقريبا ما كاينش شي تقريبا شي 100 متر تقريبا. هنايا لا كايديرين هما 50، ما كاينش شي 100 متر بين القشله والقشله. هنايا بقاو غاديين ولا حتى البحر، شادين على البحر هنايا، يعني من جبال الاطلس حتى البحر. هادو هما الحدود المغربيه. هاد المنطقه كما قلنا القويره راه باقي القضيه فيها. تعرفتوا نظن باش ما نطولوش الفيديو بزاف، نتمنى تكون تعرفتوا على شويه، خديت واحد الفكره على شنو واقع وعلى شنو كاين مع الحدود مع موريتانيا. وراه كاين واحد الفيديو اخر عاوتاني. شكرا لكم ونتمنى